قبل ما نبدأ الفيديو حابب أعرفكم إن دلوقتي تقدر تنتسب في القناة لو حابب يعني، وفيها شوية مميزات حلوة زي إنك تقدر تعرف الفيديوهات الجديدة قبل ما تنزل أو حتى تشوفها قبل الناس كلها، وحاجات تانية كتير تقدر تكتشفها في العضويات. ادخل بص عليها وخلينا دلوقتي نشوف البوليفارد بيقول إيه. في أوائل الألفينيات لو كنت عاوز كروزر محترم كان عندك اختيارات زي هارلي ديفيدسون أو هوندا فالكري مثلا، لكن سوزوكي اللي كانت معروفة بالموديلات الرياضية زي جيكسر وهايابوسا قررت تدخل المنافسة وتثبت نفسها وسط الأمريكان والكبار. وفي سنة 2005 أطلقت سوزوكي سلسلة بوليفارد، وفي حاجة أغلب الناس ما تعرفهاش، فالسوزوكي بوليفارد مش الام 109 ار بس، دي النسخة الرياضية منه. هو ليه نسخ كتير، وفي الفيديو ده هنتكلم عن النسخ دي وعن النسخة الام 109 ار اللي هي اشهر واحدة فيهم. اللي كانت بديل لموديلات تانية كروزر كانت برضه سوزوكي بتنزلها قبل 2005 لكنهم ما حققوش نجاح، ودول كانت تجربة نقدر نقول عليها فاشلة لسوزوكي. فالموتوسيكلات دي كانت مبيعاتها قليلة قوي والناس قليلة اصلا كانت سمعت عنهم، التسويق كان ضعيف والبايكات نفسها ما كانتش بتقدم حاجة مختلفة او جديدة في وسط منافسة قوية قوي ما بين هوندا وهارلي وياماها، واللي خلى عمر الموتوسيكلات دي قصير جدا وانتهت بسرعة. وسوزوكي لحقت نفسها وبدلت الموديلات دي بموديل الهدف منه كان واضح، بايك كروزر بعضلات لكن باسلوب سواقه اسهل واداء اقوى من المنافسين، واكيد شكل رياضي اكتر، وركز قوي على شكل رياضي اكتر. فتصميم البايك ده فعلا قادر يسحرك ويخليك تقع في حبه على طول. بص شكله عامل ازاي، روعة. وبالظبط دي كانت اهم نقطة لعبت عليها سوزوكي، فكلنا عارفين شكل موتوسيكلات الكروزر والامريكان اللي بيعملوا نفس التصميم من السبعينيات. ايوه الناس بتعدل الموتوسيكلات دي وبتحول شكلها 180 درجة، بس انا هنا بتكلم على الحاجات اللي ستوك. تصميم البايك ده كان فعلا مختلف وعمل فرق فعلا في فئة الكروزر كلها، وده هنتكلم عنها بعد شوية، فتأكد انك تشوف الفيديو للآخر. التصميم تقريبا ما كانتش فيه حاجة زيه، مع الحتة اللي فوق الكشاف والتصميم الانسيابي ده جامد قوي، والموتور الكبير والاكزوست اللي في الجنب، دي بصمة الكروزر لازم تبقى موجودة، لازم تبقى بارزة برضو كده. والسحبة اللي في التصميم دي بتساعد ان البايك يلعب مع الهواء ودي حاجة مهمة قوي وبتخلي البايك ده يجيب سرعة اعلى من المنافسين. وفي الاخر الديل المسحوب لتحت ده بيكمل جمال التصميم بصراحة. عشان تفهم قصدي بص على البوليفارد جنب في تي اكس مثلا من نفس السنة من 2006 وهتعرف ليه التصميم ده كان طفرة فعليا، وكان بداية عصر المودرن كروزر اللي عامل عنها فيديو قريب. طيب كفاية غزل وشعر عن التصميم وخلينا نشوف العملاق اللي في النص ده بيطلع ارقام عاملة ازاي. من اول موديل سوزوكي قررت تدخل بقوة وقدمت الام 109 ار سنة 2006، واللي كان يعتبر واحد من اقوى الكروزرات في السوق وقتها. كان بيطلع عزم خرافي اقوى من هارلي واقوى واسرع حتى من شويه سوبر سبورت كمان. انت متخيل يعني الموتوسيكل ده كان بيقدر يسبق موتوسيكلات ريسنج سوبر سبورت. بيجي بمحرك في توين بسعه 1800 سي سي، كان بيخرج حوالي 125 حصان و160 نيوتن متر، ودي ارقام قويه جدا في 2006 على موتوسيكل كروزر. 5 غيارات والوزن كان حوالي 350 كيلو في الرينج ده. تصميم هجوم مع كاوتش خلفي ب 42، كان معروف بعزم متوحش وتسارع مش متوقع خالص من كروزر، وكان بيتميز بالكاوتش الخلفي العريض اللي زود الثبات لكن خلى المناوره اصعب شويه على السرعات البطيئه، وكان باين عليه انه وحش من اول نظره. رغم القوه الكبيره دي كلها كان في مشاكل زي الوزن التقيل جدا، ف 350 كيلو تقريبا اكتر من ربع طن بشويه، مش سهل خالص انك تتحكم فيها وتحركه من مكانه اصلا، وهتعاني فعلا في صعوبة التحكم على البايك ده في سرعته القليلة. لو انت ماشي بالراحة البايك ده صعب جدا تتحكم فيه. بس لو عايز كروزر رياضي فام 109 ار كان خيار لا يعلى عليه طبعا، لانه كان اسرع من المنافسين كلهم. وطبعا السسبنشن او نظام التعليق هنا كان مختلف، وبصراحه نظام التعليق من اهم الحاجات اللي بتفرق اي كروزر عن التاني، لانك مش بس بتحتاج راحه لكن برضه محتاج تحكم كويس مع الاداء العالي بتاع البايك ده كمان. فبيجي بمساعد قدام مقلوب حجمها كبير جدا تقريبا 46 مللي، رقم كبير جدا لكروزر، وبيدي ثبات احسن وتحكم اقوى على السرعات العاليه. وكمان المساعد المقلوب ده بيقلل من وزن البايك من قدام وبيحسن توزيع الوزن بشكل عام، وده اللي ممكن يحسسك ان البايك ده على السرعات العاليه التحكم فيه سهل اكتر من باقي الكروزرات التانية. وبيجي بورا مساعد خلفي مخفي كده وشكله احلى كمان. تصميمه مش بس شكله احلى لكنه بيدي راحه اكتر من الانظمه العاديه اللي بتستخدم 2 مساعدين على الجناب دول. ام 109 ار مش كروزر عادي، ده وحش مع تكنولوجيا فرامل وسسبنشن اقرب للرياضيه من ان هي تكون كروزر. الثبات على السرعات العاليه ممتاز لكن الوزن الكبير بيخليه تحدي في المناورات البطيئه. طبعا فرامل قويه جدا مقارنه بالكروزرات التانية خصوصا مع الوزن الضخم للبايك ده، فصعب انك تركب فرامل توقف 350 كيلو، لكن سوزوكي عملتها. سوزوكي ما وقفتش عند الام 109 ار بس نزلت تشكيله متنوعه تناسب كل الناس. وقبل ما تعرف التشكيله دي لو لسه مش مشترك فانا مش عارف انت مستني ايه بصراحه، ده انا بقول لك حاجات ما حدش قال لك عليها، فاشترك يلا. اول واحد في التشكيله دي اللي هو السي 50، بيجي بتصميم كلاسيكي بموتور 800 سي سي، وكان مناسب للمشاوير الطويله والسفريات اللي مش بعيده قوي بصراحه. ممكن نقول عن الموديل ده انه بوليفارد مصغر شويه يعني،
وفي واحد تاني اسمه C90 وده بيجي برضه بتصميم كلاسيكي، لكنه هنا الموتور اكبر، فبيجي بموتور 1500 سي سي، يعني عزم وقوه اعلى. حقيقي ما اعرفش الموديل ده ايه الفكره منه، لكنه موجود يعني، والغريب انه بيتباع كتير، ممكن عشان شبه الحاجات القديمه وكلاسيكي اكتر. وفي الاس 40 وده نسخه خفيفه، وده اخف نسخه فيهم، بيجي بموتور 650 سي سي. ممكن نقول ان ده مدخل كويس للمبتدئين في عالم الكروزر، يعني ده بدايه الحكايه مع سوزوكي في الكروزر. كل الموديلات كانت بتركز على تقديم تجربه كروزر باداء قوي وبسعر رخيص، ارخص من هارلي او ياماها. والمبيعات كانت كويسه من فتره من 2001 لحد 2010 مثلا كده، وبعدها مبيعات النسخ دي قلت جامد، وفي منها وقف انتاجه اصلا، لكن كلهم كانوا بينزلوا تحت اسم بوليفارد بسبب الضجه اللي عملها الاسم والثقه اللي سوزوكي بنيتها على الاسم ده. ودي حركه ذكيه منهم عامه، فهم خلوا الناس يحبوا البوليفارد المشهور المعروف، ونزلوا منه نسخ اصغر تانية وباعوا برضه بيها. بس كل ما نتقدم في الزمن المبيعات بتقل بشكل عام، حتى مبيعات الام 109 ار قلت هي كمان، رغم ان بوليفارد كان ناجح جدا في الاول، الا ان السوق بدا يتغير والناس بقت تهتم اكتر بالبايكات الادفنشر والمودرن كروزر، واللي كانت جزء كبير من الفئه دي، زي الموديلات بتاعت ياماها ودوكاتي طبعا، اشهر شركه بتعمل مودرن كروزر واحسنهم تقريبا. وكمان هاردلي كان عندها قاعده جماهيريه صعب تكسرها، وناس كتيرة كانت بتفضل هاردلي حتى لو كان الأداء أضعف لمجرد الاسم والتاريخ. ومع الوقت الطلب على بوليفارد بدأ يقل، وسوزوكي قررت إنها تقلل الإنتاج. ام 109 ار لسه بيتباع لكنه محتاج تجديد عشان يفضل منافس. سي 90 وسي 50 لسه موجودين، لكن الناس بقت تهتم أكتر بالحاجات الأحدث في السوق. بشكل عام سوزوكي ما بقتش مركزة على الكروزرات زي زمان، وبقت بتحط مجهودها أكتر في البايكات الرياضية وبتاعة الشارع، زي الموديلات المعروفة بتاعتهم، زي مثلا الجيكسار والهيابوزا والجي اس ار واخواتهم بقى. طب هل البوليفارد يستحق الشراء النهارده؟ الاجابه انه اكيد ام 109 ار لسه وحش في الاداء، بس تصميمه في ناس بتعتبر ان هو قديم علشان بينزل من 2006 بنفس التصميم. انا شايف شخصيا ان تصميمه حلو قوي ومميز، تقدر تعرف انه بوليفارد من بعيد، سواء من صوته او من شكله. بكل موديلاته بصراحه من اول 2006 وانت طالع كلهم اجمل من بعض، سواء في الشكل او في الاداء حتى. بس برضه ما بقاش بيقدم احسن تقنيات زي زمان، فالمنافسه بقت صعبه عليه مع موديلات زي انديان سكاوت او هوندا ريبل 1100. وسوزوكي بعد ما شافت نجاح البايك ده وحب الناس ليه، التجديد فيه بقى قليل طبعا كعادة سوزوكي، دي مش حركة جديدة عليهم. فمثلا الجيكسر بقاله سنين كتير بينزل بنفس الشكل والاداء تقريبا، والهيابوزا برضه قعد سنين كتيره بينزل بنفس الشكل والاداء. وبالمناسبه انا عامل فيديو كامل عن هيابوزا وتاريخه، تقدر تشوفه وتعرف عنه كتير. الفكره ان دي طريقه سوزوكي، هم بيعملوا كده، بيعملوا موديل حلو قوي ويفضلوا ينزلوه 17 سنه ولا حاجه من غير تجديد، ومبروك فلوس مضمونه. الخلاصه ام 109 ار من سلسله البوليفارد كانت تجربه جريئه جدا من سوزوكي، وقدرت تعمل بايكات كروزر قويه فعلا، خصوصا انه فضل ايقونه في المجال. لكن مع قله المبيعات واضح ان سوزوكي مش مهتمه تطور السلسله بشكل كبير. السؤال بقى، هل سوزوكي ممكن تفاجئنا بموديل جديد ينافس الكروزرات القويه، ولا دي كانت مغامره وانتهت؟ قولي رايك في الكومنتات، وانت شايف ايه مستقبل البايك ده. وما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك لو عجبك الفيديو.